في عندك علم قبل ما توصل الكهرباء للشام كان في شخص وحيد إذا تأخر على شغله الحارة كلياتها بتغرق بالعتمة. بتعرف شو هو هذا الشخص؟ هالشخص كان معروف باسم الدومري. كل يوم بالليل كان يمشي بشوارع المدينة حامل سلم صغير أو عصا طويلة ويشعل الفوانيس المعلقة بالأسواق وحدة وحدة، ومع بزوغ الفجر كان يرجع ويطفيها، والناس بالحارة كانوا بيعرفوا قيمة الليل وقيمة النهار من ظهوره واختفائه. تخيل كل إنارة الشوارع كانت معلقة على شخص واحد يمشي كل يوم بين الحارات. بس مع دخول الكهرباء اختفت مهنة الدومري شوي شوي، وصار اسمه بس ذكرى بالذاكرة القديمة لدمشق. واليوم الناس بتمشي بشوارع الشام التاريخية وما بيعرفوا انه كان في رجل مسؤول يوما ما عن إنارة لياليها كلياتها. وهلأ السؤال لإلك، شو أغرب مهنة اختفت بالمدينة اللي أنت عايش فيها؟ اكتب لي رأيك بالتعليق.